السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواتي. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي هذا النهار. كما كتشوفوا المكونات زيت، سنيده، بيض. المهم كنوجدوا الحلويات العيد ان شاء الله باذن الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله، وبكل ما تمنيتوا اخواتي اخواني. بون، كما بغيت نشارك معكم واحد الحلوه اللي كنديروها حنا عندنا في المنطقه الشرقيه. حلوه اللي هي معروفه ومشهوره، ولو كان ما تكونش في الطبيله نهار العيد، ولو كان من كاع الكاطو اللي ديريه وما يكونش هو زعما الصراحه يكون هو كما نقولوا الليدر في الطبله، ما غاديش تكون الطبله كامله مكموله. بون، بالنسبه للحلوه اللي غادي نشاركها معكم اليوم هي الكعك الوجدي اللي معروف، سبحان الله، معروف عندنا في المنطقه الشرقيه ومعروف في المغرب كامل. الكعك اللي كيكون عنده واحد التراث. بون، غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، خديت هنايا كيلو ديال الدقيق اللي كنت غربلتها، النوع 45 ديال الحلوه ديال الحلويات. غادي ندير معاه زلافه ديال سنيده، زلافه ديال الزيت. ملي كنقول زلافه راني عبرت بهاد الكيسان، درت جوج وشويه ديال سنيده، وهنا درت جوج وشويه ديال الزيت. المهم انا جاتني زلافه سنيده، زلافه ديال الزيت في كيلو ديال الطحين، جوج ديال البيضات، درت معلقه ديال الزبده اللي كتعطيه الطراوه والهشاشه، هنا معلقه ديال العسل، وهنايا درت واحد شويه ديال الخميره المعجونه، فريمون غير شويه، غير الراس ديال المعلقه الصغيره. الا ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش. هنا غادي ندير قبيصه ديال الملح. خديت الجنجلان هنايا اللي هو ما طحنتوش، هذا غادي نديرو هكا في الخليط ديالي. غادي ندير جوج خمارات ونص ديال خميره الحلويات. هاد الخميره علاش درت جوج ونص؟ لان حنا عندنا هنايا 11 غرام، سكي الفي حنايا الا بغي، حنا عندنا 8 غرام في المغرب، كنبغيو نديرو، خصنا نديرو 3 في الكيلو، نديرو 3 ديال الخمارات، بحكم انني درت جوج ونص انا هنايا. ودرت هنايا بالنسبه لهنايا راني طحنت هنايا النافع وحبه حلاوه، ها هو، وهنايا شويه ديال الجنجلان، يعني نص تاع زلافه مخلطه بهاد الزراره، حبه حلاوه والنافع اللي طحنتهم هنايا، وهنايا الجنجلان غير مشتو في المولينكس، ما طحنتوش ديك الطحنه، كيجي زوين من بعد ما كيكون بيان سور مغسول ومنقي. بون، غادي نبداو بالنسبه للماء اللي غادي نخلط به كلها. كي كتبغي تخلط، كاين اللي كدير ماء ديال فيه شرائح ديال السيترون، كاين اللي كتبغي دير فيه شرائح ديال البرتقال، كلها كي كتبغي. انا بحكم راني دايره الزرارع ودايره النافع، وكيجي لوغو ديالو ديال النافع، كيجي مزرع وكيجي زوين. انا خديت هذاك النافع، طيبته هنايا الاخوات، ها هو كما راكم تشوفوا هنايا، خليته حتى طلق مزيان في الماء سخون وصفيته، درتو هنايا الكاس، درت هاد الكاس كبير، وغادي نشوف واش غادي يدخل لي هاد الكاس ولا غير نص ولا كاس ونص، غادي نشوف على حسب الخليط. بون، غادي نبداو على بركه الله الاخوات، وتابعوا معايا لا فيديو. هنا الاخوات غادي نبداو. درت جوج ديال البيضات في البلا ديالي، قبيصه ديال الملح اللي كتسحب مع الذوق. غادي نحيدو كل حاجه باش تبان لكم البان المصالة ديال كبير. غادي نطربوا معاه السكر ديالنا. يلا، نزيدو الزيت، وغادي نزيدو معاه ديك المعلقه ديال الزبده اللي كانت راها دايبه، خرجتها قبيلات باش تعاونني. غادي نبقاو نطربو هكذا حتى يذوب لنا داك السكر، غير شويه هكا حتى يذوب لنا ديك الزبده وداك السكر. عاد باقيه ديك التسديده. هنا اخواتي كما راكم تشوفوا زدت هذيك المعلقه ديال العسل. هنا غادي نزيدو هذاك النافع ودوك الزريرعات ديالنا، النافع وحبه حلاوه والجنجلان.
غادي نزيد هذاك الجنجلان ديالنا داك اللي ما طحنتوش. هذا غادي نبدي نزيد الطحينه البنات غير شويه بشويه حتى نحس بها عجينه متماسكه. الا كان جاتني قاصحه غادي نزيد لها هذا الماء ديال النافع اللي كنت غليته من قبل، ولكن خليته يبرد. الخماره تاع البنات راني مازال ما زدتهمش مو ديك الخميره المحجونه، غادي نزيدها في هذه اللحظه هذه. الخميره المعجونه ها هي فريمون غير شويه الاخوات ماشي بزاف. غادي نديرو شويه ديال الدقيق، غادي نزيد معاهم الخميرات الاولى الثانيه، وغادي نجمعهم ونزيد هذاك نصيص في التالي. نزيدو الدقيق، وهنايا اخواتي كما راكم تشوفوا معايا العجينه ديال الكعكه هي وجدت بعد ما دلكتها رديتها في العجانه وندلكت مزيان. هذا هو السر ديال بقيت كنزيد له هذاك الماء ديال النافع شويه بشويه وهي كتدلك باش العجينه تنطلق تولي رطبه، باش يجي الكعك هشيش ورطب في الماكله ديالو. المهم هنا غادي نقطعهم كرات وغادي نحتفظ بهم، غادي نغطيهم بالكيس بلاستيكي ونعاود نبدا نخدم في الكعك ديالي. الاخوات بقاو معايا حتى لافان تاع لا فيديو باش تشوفوا الكعك كي جا. وهنا اخواتي كما راكم تشوفوا درت هنا 4 ديال الحليبلات كنحلهم هكا من الجوانب مزيان. هذه غادي ندورها عند اختها وندخل الفتحه هكا ونعقد مزيان. راكم تشوفوا نعاود عاوتاني الاخرى. حاولوا اللي عندها الماشينه غادي تجيها سهله، غادي تخدم في الساعه. هنا راهي الماشينه ديالي ما عرفتش تفرها، ها هي. هنا عاوتاني غادي تجمعوا هذه هكذا. حاولوا الحليبلات ديروهم في نفس القياس في نفس العمر باش يجيكم الكعك كيف زعما ما يجيش الكعك شي كبير شي صغير. هذه عاوتاني غادي نحليناها غادي نديروا لها هكا. وهنا غادي نشد المقص ونبدا نحل فيه بحال هكا. هذه الطريقه ديالي، وفي التالي كل واحد كيدير الطريقه ديالو. عندك الكعك والمقروط، هادو جوج تاع الماكلات اللي معروفين في وجده تبارك الله ما شاء الله. هذا هو الكعك اخواتي، غادي نديرهم في الصينيه ونتلاقاو. هنايا اخواتي راني خديت بيضه كامله درت لها مع واحد نقيطه ديال الحليب مع نقيطه ديال الخل، وغادي ندهن بهم الكعك ديالي. هادو درتهم صغيورين غير بحكم ان الصينيه عندي هنايا هكا كنبقى ندير في الصينيه، راه عندي جوج درت جوج غادي ندهنهم بجوج الا فوا يدخلوا يطيبوا ونكمل عاد الشيء الاخر. هنا غادي نبداو ندهنوا الوجه ديالنا ديال الكعك بداك البيض والحليب والخل. ما بغيتش ندير نيسكافي، درت الخل والحليب. تا غادي ندهن الكعكات ديالي وغادي ندردر عليهم شويه ديال الجنجلان ونديرهم يطيبوا. الفران راني شعلته ديجا راه يسخن، خصو يكون سخون مزيان. من بعد غادي نشعل عليهم يطيبوا غير من التحت وابخي نشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا. والنار خصها ما تكونش مجهده، خصها تكون مهيله باش ما يتخطفش الكعك.
وكيقولوا المهم انا كنطيبو بهاد الطريقه وكيجي زوين. وغادي ندردر عليه شويه ديال الجنجلان بحال هكا من الفوق. نديرو يطيب الاخوات. صافي وغادي نديرو يطيب. نتلاقاو البنات بلاتي. واخيرا اخواتي هذا هو الكعك. الكميه اللي كنت شاركت معكم في الاول كيلو ديال الدقيق، راه عطاتني هذا التبصيل، هذا التبصيل من الحجم الكبير هاو، وكيغرم زعما الصراحه. ها هو وجا هشيش، جا زويون. نتمنى الكعك ديالي ديال اليوم والوصفه اللي شاركت معكم تعجبكم. الكعك كما كنت قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، راه الا ما كانش في الطبله حنا عندنا في مدينه وجده، راه لو كان ديري ما نعرف شنو في الانواع ديال الحلويات يوم العيد، ولا بد ما خصو يكون الكعك. تحياتي لكم كبيره اخواتي. جيسبر تخليو لي لايك وتعاليق، واللي مازال ما اشتركتليش في القناه تشترك وتضغط على الزر باش يوصلها الجديد. وشكرا لكم اخواتي، تحية لكم كبيرة، ومع السلامة الى الفيديو المقبل ان شاء الله.